مشهد قلب السوشيال ميديا خلال ساعات زوجة بتقتحم حديقة عامة بالإسماعيلية وبتوثق لحظة. لا هي لحظة فرح ولا ذكرى عائلية جديدة جميلة، لا خالص. هي كانت بتبحث عن دليل ينهي سنين من الشكوك والألم. دقايق بسيطة كانت كفيلة بتحويل خلاف بين زوجين قديم إلى واقعة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما هبة لقت نفسها في مواجهة زوجها واللي معاه علشان تبدأ لحظة ما كانتش تتوقع إنها تصل إلى هذا الحد. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. قصة مؤلمة وموجعة بصراحة، هزت محافظة الإسماعيلية. بطلتها هي هبة علي، أم ل3 بنات صغيرين. لقت نفسها في مواجهة قاسية مع الغدر والخيانة بعد سنوات من العشرة والخلافات الكبيرة المتكررة بسبب خيانة جوزها لها، واللي ما اكتفاش بالهجر، لا ده كمان مشي ورماها في الشارع هي وبناتها. هبة لما اتقبض عليهم طبعا لما الفيديو انتشر حكت وقالت إنها بتعيش فترة طويلة في وسط خلافات كتير، وكل مرة كانت بتحاول تدي فرص جديدة وتتمسك بالأمل يمكن يتعدل ويتصلح حاله والأوضاع تستقر علشان تحافظ على بيتها، وخصوصا إن معاها أطفال صغيرين، هم 3 بنات، وإن هم دايما كانوا السبب في تأجيل قرارات كتيرة كانت ممكن تاخدها في لحظات الغضب. ولكن مع مرور الوقت هي حست إن المسافة بينها وبين جوزها أصبحت كبيرة، وإنه مش نافع معاه أي حاجة خالص. أحب أقول هنا بقى المثل اللي ينطبق على الموقف ده، إن ديل الكلب عمره ما يتعدل حتى لو علقوا فيه قالب. والله فجت لها طبعا اللحظة اللي قررت فيها إنها تواجهه صوت وصورة بنفسها. طب عرفت إزاي إن جوزها بيخونها في الوقت ده؟ مش عارفة. طب هو في حد بلغها إن جوزها موجود في المكان الفلاني وبيعمل إيه؟ برضو ده لغز مش عارفينه لحد دلوقتي. هبة خدت موبايلها واكيد كان في حد معاها واخداه علشان يصور تقريبا، وراحت المكان وهو حديقة عامة. شفتوا البجاحة؟ حديقة موجودة في الإسماعيلية تقريبا اسمها حديقة محمد علي، ولقت نفسها قدام مشهد دفعها إنها تشغل الكاميرا وتسجل كل حاجة صوت وصورة. البيه جوزها وجوز أخته كمان كان في عربية ومعاهم ستات ومواد مخدرة، وشافت بعينيها حاجات مش كويسة. هي صورت كل ده والموقف تحول لمشادة كلامية بقى وخناقات واعتداءات وكلام من ده. وطبعا انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والمشكلة ان البجح بيقول لها انت ازاي تنزلي من غير ما تقوليلي؟ والله ما عارفة اقول ايه، خليك في المصيبة اللي انت فيها دلوقتي. هبة قالت إنها فكرت كتير في الانفصال واللجوء للطرق القانونية، بس حاولت تصلح منه علشان استقرار بيتها وأولادها، ووصل كمان إنها دخلت المقربين منهم للصلح، ولكن المشاكل رجعت تاني لحد ما الأمور وصلت للواقعة اللي احنا شفناها كلنا. وهوبا انتشر الفيديو وبدأت الأجهزة الأمنية فحص وتحديد هوية الأشخاص اللي موجودين في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسماع أقوال جميع الأطراف. والزوجة أكدت إنها ما كانتش أو ما كانش هدفها التشهير بحد، هي بس وثقت كل اللي حصل علشان تاخد حقوقها بالطرق القانونية، وإنها دلوقتي تركت الأمر كله بالكامل للجهات المختصة. يخلص الموضوع على كده؟ لا، إزاي؟ الناس هنا اتقسمت نصين. النص الأول اتعاطف معاها طبعا وشايف إنها معاها حق في كل اللي عملته. ست بيت شريفة محترمة، صبرت وتعبت مع واحد ما يستاهلش، وواحد قذر ما يعرفش عن الرجولة والنخوة أي شيء، وإنه خانها ورماها هي وبناتها ال3 الصغيرين، وإن دي مش أول مرة، وهي كده حقها رجع لها، وإنها مسكت عليه دليل في إيديها وربنا فضحه، وإن رصيده من الستر خلص، وسبحان الله اتفضح على العلن وعلى الملأ وبقى ترند والعالم كله شافه. القسم التاني من الناس اللي شافت الفيديو قالوا إنه
مفيش شك انه اللي عمله جوزها واصدقائه منكر عظيم وكبيرة من الكبائر، لان لو ثبت عليه فعلا الزنا ثبوتا شرعيا استوجب عليه الحد الشرعي، وان لم يثبت عليه الزنا فالموضوع امام القضاء. ومن حق الزوجة انها تطلب الطلاق للضرر وكمان تاخد جميع حقوقها الشرعية، وانه مدان من كل الجوانب. لكن السؤال، هل اللي عملته الزوجة ده كويس في حق نفسها وفي حق بناتها؟ قالوا لا طبعا، وان فتحه على الملأ غلط، لان الاصل في المسلم الستر. وكانت اتجهت للقضاء افضل او حد من اهله، لان المؤلم في الموضوع ان مش جوزها بس لوحده هو اللي هيتضرر، لا كمان هي هتتضرر هي وبناتها، وان الموضوع باباهم ده هيفضل يطاردهم بين العيلة بقى والجيران والمجتمع كله، وهم ملهمش ذنب. كانت الأولى إنها تحتفظ باللي صورته، كان يبقى دليل معاها وتروح بيه للقضاء أو لأهله كمان وتاخد حقها كامل. والقسم التاني ده برضو من الناس بيسأل وبيقول، في ناس هتقول إن انتم ما تعرفوش حجم الضغوط النفسية اللي هي تعرضت لها ووصلتها لكده، وإن دي مش أول مرة يخونها. هنرد ونقول ده من حقها إنها تغضب وتشعر بالألم والقهر طبعا، بس اللي عملته مش قرار يخصها لوحدها، لأن الضرر مش هيقع على الزوج بس ولكن على بناتها لما يكبروا ويفهموا إن باباهم للأسف سيء السمعة ومش كويس، وإنه عمل حاجة بيرفضها الدين والمجتمع والناس. وكمان الناس هتشاور عليهم ويقولوا ولاد الراجل اللي خان زوجته اهو، والام اللي فضحته قدام الناس، وان الزوج بخيانته هدم بيته وعرضه وزوجته وبناته وعرضهم للأذى، والزوجة بنشرها للفيديو وسعت وكبرت الفضيحة، وكل ده مش في صالح بناتها ولا في صالحها. وفي جانب تاني بقى أخد الشق القانوني، بعض المحامين قالوا رأيهم في الموضوع ده، إن موقف الزوجة صعب جدا في القضية، قضية تشهير وتعدي على البنات بدون وجه حق وترويع للمواطنين وإساءة استخدام وسائل السوشيال ميديا. هي لو ذكية كانت صورت من بعيد وعرفت أهله أو بلغت النجدة، لأن ده فعل فاضح في الطريق العام ومخدرات كمان. لكن للأسف مفيش حاجة حدنهم وهياخدوا إخلاء سبيل من سرايا النيابة بكفالة. ده رأي بعض المحامين، وبيقولوا كمان لما انت شايفة أخلاقه زي الزفت ما طلقتيش منه ليه من غير فضايح. وبيقولوا مفيش بنت محترمة بنت ناس تنزل ورا جوزها وكمان تراقبه وتصرخ في الشارع وتلم عليها الناس. ما فكرتيش في نفسية بناتك اللي هيتعايروا بأبوهم بعد كده؟ عايزة اقول لهم يا جماعة، ما تبقوش انتم والزمن عليها. واحدة عارفة ومتأكدة ان جوزها مع ستات في قلب عربية منتظرين منها ايه؟ لا هتبقى فاكرة بناتها ولا بيتها ولا حتى نفسها. شريط حياتها كله مر قدام عينيها ألم وحسرة وخيانة. كانت هتعمل ايه؟ يعني حطوا نفسكم مكانها، اي واحدة كان ممكن تعمل ايه؟ والمهم في النهاية الحقيقة الكاملة هتفضل في ايد الجهات المختصة. ولكن اللي حصل فتح باب كبير للنقاش، هل التصوير والنشر هو الحل ولا كان في تصرف تاني افضل من كده؟ شاركوني وقولوا لي رأيكم في الكومنتات بكل صراحة، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.